في تطور سريع لقضية اللاعب الأشهر في العالم كريستيانو رونالدو، والذي أعلن الرحيل عن نادي ريال مدريد، حيث اتهمه القضاء الإسباني بالتهرب من دفع ضرائب تقدر بمبلغ 14,700,000 يورو خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2014. وانتشرت العديد من التسريبات لأكثر من صحيفة عالمية عن ترك كريستيانو لريال مدريد وإسبانيا بعد كأس القارات لكرة القدم. فبحسب مصادر مقربة لشبكة ESPN الأمريكية، التي أشارت إلى إحساس كريستيانو بالحزن والاضطهاد بسبب الاتهامات التي وجهت له، وهو الأمر الذي جعله يحسم قراره بترك ناديه وأسبانيا والانتقال إلى نادي آخر بعيدا عن الدوري الإسباني. ونفت صحيفة ديلي ستار البريطانية صحة الأخبار المتداولة بشأن اقتراب انضمام هداف ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد أنباء عن رفضه الاستمرار في إسبانيا. وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن مانشستر يونايتد هو الأقرب لضم صاروخ مدريد، وأنه قدم عرضا يتجاوز 100 مليون جنيه استرليني. وقالت الصحيفة إن جوزيه مورينيو المدير الفني للشياطين الحمر هو من يرفض عودة كريستيانو لمسرح الأحلام، لكون العلاقة بين الطرفين غير جيدة منذ كان الأول مدربا لريال مدريد. ووضع كريستيانو شرطا للموافقة على البقاء في قلعة الريال وعدم الرحيل عن الملكي خلال الصيف الجاري، حيث ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن كريستيانو يرغب في أن يدفع نادي ريال مدريد المبلغ المطلوب لمصلحة الضرائب، والمقدر ب14,700,000 يورو للموافقة على البقاء في إسبانيا. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا هو الحل الوحيد لهذه الأزمة. وذكرت صحيفة صن البريطانية أن كريستيانو استقر على العودة إلى فريقه القديم، وطلب من وكيل أعماله حل أزمته مع جوزيه مورينيو المدير الفني للشياطين الحمر. وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان يريد تقديم عرض بقيمة 122 مليون جنيه استرليني، وراتب سنوي يصل إلى 26 مليون استرليني، ليكون كريستيانو خليفة للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي رحل في صيف 2016. شكرا للمشاهدة، ولا تنسى دعمنا بالاشتراك في قناة ميديا مصرية.